مساكم الله بالخير والعلم سلامتكم. والله طويل الأعمار في 2013 وأنا شغال في العزيزية في الرياض في الجوالات. كنت يعني عادني في بداية عملي، جاتني بنت سعودية الله يستر عليها، قدها كبيرة شوي والله، طلبت أغراض من ضمنها جرابة وشنطة للجوال S4. فكنت يعني عندي أنواع غالية وأنواع أسعار متوسطة. في نوع غالي جدا سعره فوق 100 ريال ما طلعته لها، فأنا أصلح لها جوالاتها وركب لها جراب وركب لها ستيكر وشريحة. شافت هذا الغالي وأشرت عليه وجبت لها مجموعة منه تشوفها، قالت ليش ما طلعته لي؟ والله بنت الحلال هذا غالي وعاده موضة يعني جديدة وما بعد حد يسأل عنه. قلت يمكن ما تحتاجونه. قالت ترى لو غالي عندي فلوس اشتريه واشتريك واشتري المحل. سكت شوي كملت عملها، قلت لها بنت الحلال إذا كان عندي خير تقدرين تشتري المحل، صاحب المحل بيبيعه، أما عبد الله القبالي أمه ما تبيعه. شلت أغراضها وراحت. بعد فترة جات تصلح جوال، قلت لها بنت الحلال أنا عندي قصيدة باش تسمعينها. قالت تفضل. أعطيت القصيدة، قالت العفو منك، أنا والله ما أدري إنك شاعر، إحنا إذا أنتوا عيال حمايل إحنا بنات حمايل. قلت لها نعم من حيث ما كنت. راحت الله يستر عليها، جابت كيكة من محل الكيك وقالت هذه عبارة عن هدية كلها أنت وأخوياك، واستر ما جاك مني ولا تنشر القصيدة هذه. قلت لها لك وجهي ما انشرها إلا إذا يعني بعد كم سنة، والآن في هذا العام 2023 ننشرها. قلت يا بنتي اللي عند أبوش الملايين لا تحسبين المال بيشترينا، يا بنت لو عشنا على الطيب واللين ما همنا لو قل ما في يدينا، يا بنت لا تقهرين المزايين وانتي على ما شفت ما فيك زينة، اقسم برب البيت والناس والتين لولا ظروف الوقت عور علينا ما كان شفتيني هنا في الدكاكين ابيع وشري ضمن ذا البايعين. وقولها بالصدق ما هم بخافين، الكاسبين الطيب هم كاسبينا، يا ما سرينا في ليالي مضوين وعلومنا نعطي كثر ما يجينا، وظروفنا غبرة ونصبر على الشين مع ندير الوقت لو هو يشينا، والدين يسرنا إذا نذكر الدين ندعي إله الكون في رد دينا، والغربة اللي جيتها مثل باقين أدور العيشة ولا يوم أهينا، قدني مورط يجزع العمر بسنين ما نحسب الأعمار مرة السنين، ونحمد الله كان ما تدمع العين من خشية الله، لو ذكرنا بكينا نقول لو شانت على الله بتزين، بمرح صعيبات البلاوي تلينا، آخر كلامي يا إلهي لنا عين عنا على ما جاء ولا تبتلينا.